وقد فرق المالكية في الحكم بين المرضع والحامل في بعض الروايات عن مالك، فقالوا إن المرضع يمكن أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها وأجزائها. لذلك جعلوا على الحامل القضاء وعلى المرضع القضاء والفدية. وقد اختلف المالكية والحنفية في وجوب الإطعام على الكبير، فقال مالك لا يجب على الكبير إطعام، وقال الحنفية يجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم. وللشافعية قولان، قول بوجوبها وقول بعدم وجوبها. القول الثاني من هذه الأقوال هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عليهما الفدية بلا قضاء. وأخرج البزار في زيادة حديث أبي داود السابق أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول لأم ولد له حبلى أنت بمنزلة التي لا تطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك، فكأنه ألحقهما بالمريض الذي لا يرجى برؤه. وكذلك لتكرر الحمل والرضاع، وهو قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير وقيس بن السائب. وروي عن أبي هريرة ومكحول وطاووس في من منعه العطاش من الصوم أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. أما القول الثالث فهو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عليهما الفدية والقضاء، وإليه ذهب عطاء وابن رباح والإمام الشافعي رحمة الله تعالى. القول الرابع قول الظاهرية، قالوا لا فدية ولا قضاء تلزمهما، وكذلك الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، مستدلين بقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن الله سبحانه وتعالى أسقط عنهما الصوم، وبالتالي فلا يلزمهما بفدية ولا إطعام، لأن الكفارة لا تكون إلا في الواجب، والوجوب قد سقط بعدم الاستطاعة. وتلخيص لما سبق، فإن الرخصة المتفق على وجوب قضائها هي رخصة المسافر والمريض بنص القرآن، والحائض ومن في حكمهما كالنفساء بنص حديث معاذة بنت عبد الله العدوية التي قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وكذلك الكبير بين دفع الجزية وعدمها، والحامل والمرضع على خلاف بين القضاء ودفع الفدية، أو القضاء فقط، أو الفدية فقط دون القضاء، أو عدم الفدية والقضاء. وكذلك المفطر عمدا بين من يرى وجوب القضاء عليه مع الكفارة، وبين من يرى تعزيره دون وجوب القضاء عليه ولا الكفارة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.